السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم بغيت نشارك معكم المشكله اللي كتكون عند بعض الناس، كيولي اما كتضبب ليهم كيولي فيهم بقع بيضاء في المعن، اولا كتولي هكا خطوط زرقاء، اولا كيبقى ليهم الماء في الماكينه مثلا، ما كتنشفش ليهم، كيبقاو ليهم الماعن فاسكين. الا كتوقع لكم بحال هكا غادي تتبعوا هذه الطريقه، هي راه كاينه في الكتاب، انا غنشرحها لكم ونديرها لكم عمليه. ولكن هذه القضيه ما ديروهاش من اول مره، راه حتى يولي لكم هذاك الماعن لا قدر الله ولا لكم بحال هكاك غديروا هذه القضيه كتقادوا مستوى الملمع. صافي انا نشرح لكم كيفاش. هم هنا راه شارحين كلشي زعما، يعني الا شي واحد الا عندكم الكتاب راه كيشرح كلشي. هاهما بعد هنايا اول حاجه قال لك هذه الماكينه كتجي هي مبروغراميه على المستوى 4، فبالتالي ما عندكمش تقيسوها حتى الا لقيتوها مثلا ما تقاداتش لكم ولا كتخرج لكم بيض، ولا من اول مره خرجت لكم بيض، هاد الحاله عاد نقدوا هاد القضيه. انا ما حطيتهاش لكم في الفيديو اللي فات بحيث ماشي هي اول استعمال ضروري خاصك ديرها حتى يوقع لك المشكل، كنتمنى ما يوقعش. هاي هنايا راه كاتبين لك هي كتجي في المستوى 4، انا راه ملي نشعلها راه نلقاوها مستوى 4. ها هي. واذا كان عندك في حاله عدم تجفيف الاطباق بشكل صحيح او احتوائها على بقع، اذا كان عندك هذا هو المشكل كنرفعوا المستوى ديالها. واذا كانت البقع زرقاء كنهبطوا المستوى هذاك ديالها. صافي هما شرح لكم هنا، نشرح لكم الطريقه. ها هي الى المستوى الاول والمستوى الثاني والمستوى الثالث والمستوى الرابع والمستوى الخامس، وكل مستوى باش كنعرفوا راه هو هذاك المستوى عنده كيشعل واحد البلاط معينين. المستوى الاول من الصباح ديال الخاص بالغسيل المشغل، انا غنشرح لكم عمليا. نبركوا على هاد البطونه ونبقاو باركين وندوروا على اليسار ونبقاو باركين حتى يشعلوا البلاط كاملين هكا 2 مرات. هاهي 2 مرات. صافي هاي هنا هما اصلا قال لك راه دايرينها على مستوى 4، هما كاتبينها هنا ياك، كاتبين لك المستوى 4 وكاتبين لك فاش كيكون في المستوى 4 كيكون مصباح الليد الخاص بالغسيل والانهاء مشغلا. هذا هو المصباح ديال الغسيل وهذا هو المصباح ديال الانهاء، تيكونوا هما مشغلين. هنا نعرفوا راه مستوى 4، هاي حنا في مستوى 4. انا بالنسبه ليا حيت خرجت لهم ليا ناشفين وما فيهمش البقع وهذه الحمد لله ما غاديش نبدلها، ولكن اللي عنده المشكل ديال البقع وديال كيخرجوا فاسقين غادي يزيد لهم المستوى، بمعنى غنبركو بركه وغنوصلوه ل5. هاهي باش نعرفوا وصلوه 5. يضيء مصباح الليد الخاص بالغسيل وبدء تشغيل ايقاف التشغيل المؤقت ديال الغسيل كيشعلوا، وهذا ديال التشغيل والبدء المؤقت هو هذا هما شاعلين. في حاله ما كانت عندكم هذاك خطوط زرقين كيخرجوا لكم ما غاديش نرفعوه، فهنا خصنا نخفضوه، فغادي نخفضوه غنزيدو نبركو حيت هذا 5، غنزيدو نبركو نرجعو من الاول ها هو 1 غنبركو. هيا رجعنا للمستوى الواحد. المستوى الواحد هو المؤشر ديالو شنو هو؟ مصباح الليد الخاص بالغسيل مشغل، ها هو مشغل. صافي حنا رجعنا للمستوى الاول. بغيتو المستوى الثاني غادي نبركو عاوتاني. ها هي المستوى الثاني مصباح الليد الخاص بالانهاء مضاء، ها هي مضاء. المستوى الثالث غنبركو عاوتاني المؤشر ديالو يوضع مصباح الليد الخاص ببدء التشغيل وايقاف التشغيل المؤقت اللي هي هذه، ها هو مضاء بوحديته. المستوى 4 اللي انا بالنسبه لي غنخليه فيه حيت هي كتجي معاه وانا عندي مزيان، هي غادي يشعل مصباح الخاصه بالغسيل والانهاء، يعني هذه وهذه هي هكا، هي 4 مستوى. صافي فانا دابا غنحاول نلخص لكم بالنسبه للناس، يعني الناس الكبار اللي ما بلا هذا الشرح هذا كامل عنده مشكل. عندك مشكل ديال البقع بيضاء وكتفزق لك، غتجي هي دابا من الاول غتبرك هنا تدور بحال هكا تبقى باركه على صبعك تيشعلوا هادشي كامل 2 مرات. ها هي جات 2 مرات، غنحيد صبعي ياك اتبركي مره واحده. صافي ان شاء الله يتحل لك المشكل ديال البقع البيضاء والمشكل ما كيتجففش لك المعن. صافي بالنسبه للناس الا انت عندك ولا انت عندك بقع زرقاء غتجي هاي هكا تدور بحال هكا، تسنى هذوك البولات يشعلوا 2 مرات، هما شعلوا 2 مرات، غتلقاوها بحال هكا. غتبرك البركه الاولى والبركه الثانيه والبركه الثالثه، غنرجعوها للمستوى الثاني. ان شاء الله غادي يدير لكم، غادي ما يبقاش لكم بقع زرقاء. صافي كنتمنى يكون هذا الشرح واضح، ولا ما فهمتوش شي حاجه كتبوا لي ان شاء الله ونجاوب عليكم.